يا ترى مين هو البعبع؟ مين هو اللي بيرعب الناس كلها، سواء كنت كبير او صغير، سواء كنت طالب او لسه متخرج او متجوز او البعبع ده هو الثانوية العامة. طبعا بنبارك لكل الطلبة اللي نجحت ونقول لهم الف الف مبروك. انتوا عديتوا من ليفل الوحش حرفيا وانتم ابطال، وتعبتوا قوي وربنا عوضكم تعبكم ده خير. اما بالنسبة للطلبة اللي رسبت فنقول لهم هارد لك، وبإذن الله ربنا هيعوضكم خير، بس انتوا اجتهدوا اكتر عشان ربنا يكافئكم. خد بالك من الكلام اللي جاي ده كويس لو انت طالب في ثانوي او لسه مخلص ثانوية عامة. كل مرحلة في حياتنا ليها صعوباتها ومشاكلها، سواء كانت مرحلة دراسية او غير دراسية. لما انت بتيجي على وش الدنيا، بابا وماما بيكونوا عايزين يفرحوا بيك ويشوفوك احسن واحد في الدنيا دي، وتلاقيهم بيدعموك من صغرك لحد ما توصل لتالتة ثانوي تلاقي الدنيا ما بقتش زي زمان. في بعض الأحيان في أهالي بتهدد أولادها إنهم لو ما جابوش مجموع كبير هيحرموهم من حاجات كتير قوي. بس سؤال يعني، هو مين اللي قال إن المجموع الكبير معناه شخص ناجح والمجموع القليل معناه شخص فاشل؟ مين اللي قال إن اللي جاب 50% مثلا ده كده أفشل واحد في الدنيا، وإن اللي جاب 99% ده أجمد واحد في المجرة؟ الإجابة هي إن مفيش حد قال كده، مفيش حد حط قانون بيقولك الكلام ده. فده مجرد وهم مننا ومعتقدات قديمة جدا ما زالت موجودة في دماغنا للأسف، ولسه مستمرة معانا لحد دلوقتي، رغم اننا في 2022 وخلاص السنة بتخلص وداخلين على 2023 والدنيا بتتغير واوريدي اتغيرت اصلا 180 درجة. كلامي اللي جاي دلوقتي ده للي كان عشمان انه يجيب مجموع في الثانوية العامة وما جابش. بص يا ابني وبص يا بنتي، انت ما قصرتش في مذاكرتك، صح؟ صح، عملت اللي عليك وذاكرت وتعبت وحليت امتحانات وكل ده، وكانت النتيجة ان مش ده اللي انت كنت مستنيه او مش ده اللي انت كنت عاوزه، صح؟ اه. طيب، بس ده اللي حصل. يعني انا كنت مثلا متوقع ان انا اجيب 90% مثلا، حلو، وجبت 70 او جبت 60. هنا دي ارادة ربنا، ربنا اراد ان ده يحصل، ربنا اراد ان انا اجيب 60% ما اجيبش 90%. بس مش معنى كده ان ربنا مش مقدر مجهودك ولا مقدر تعبك، لا طبعا، حاشا لله. ولكن ربنا كاتب لك كل حاجة في حياتك اصلا من قبل ما انت تتولد. يعني كل حاجة بتحصل في حياتك ولسه هتحصل في حياتك هي نصيبك، وكده كده هترضى بيه لانه خير ليك. وركز في كلمة خير ليك دي. هتقولي خير ازاي وانا ما جبتش المجموع اللي انا نفسي فيه؟ هقولك، انت مين قالك ان الخير في المجموع اللي انت كنت عايزه؟ مش يمكن لو كنت جبته ودخلت الكلية اللي انت كنت عايزها تقعد تسقط فيها طول عمرك ومتعرفش تتخرج؟ او هنفترض انك اتخرجت منها، مش يمكن ما تلاقيش شغل بعدها؟ طب خليني اسألك سؤال تاني، عمرك سألت نفسك ليه زميلك او قريبك اللي كان بيذاكر زيك هو جاب اعلى منك وانت جبت اقل، او هو جاب اعلى وانت اقل؟ يعني ليه انتوا الاتنين ما جبتوش زي بعض 90 و90؟ ليه واحد 90% واحد 60%؟ ليه واحد 100% واحد 50%؟ ببساطة علشان ربنا عاوز كده. ربنا كاتبله انه يجيب المجموع الفلاني ويخش الكلية الفلانية ويشتغل الشغلانة دي عشان يقبض المرتب ده، ويتجوز البنت دي ويخلف سواء ولد او بنت او ايا كان، ويموت في اليوم الفلاني والمكان الفلاني والوقت الفلاني. فالموضوع اصلا منتهي من زمان، كل حاجة مترتبة ومكتوبة من قبل ما انت تتولد، كل حاجة محسوبة لحد يوم ما ماتك، ربنا يطول في عمرنا جميعا. ففي النهاية اوعى تزعل نفسك ابدا انك ما جبتش المجموع اللي انت عايزه، وقول دايما الحمد لله لان ده خير. وركز في حياتك اللي جاية، انت لسه عمرك طويل، لسه هتشوف حاجات تانية كتير قدام. ما تخليش الثانوية العامة تحسسك انك يا واحد يا صفر، لا خالص، هي مرحلة زي اي مرحلة عادية جدا، فيها مكسب وخسارة.
وانت عمرك ما هتكون خسران طول ما انت بتعمل اللي عليك. سلام.